التفاعل مجموع رؤساء فرق أحزاب الأغلبية في البرلمان يتضح بأن الحصيلة إيجابية لا على مستوى الأرقام. ماذا يمكن أن يقال أن نبعث من خلاله برسالة؟ حينما جئنا كالحكومة نقول أن هذه التجربة نحن معها أو ضدها. حينما تمر تجربة تصبح إرثا للمغاربة جميعا بأخ. والعيد الذي على الأبواب. شكرا سيد الرئيس، مساء الخير. أنا بغيت على كل اللقاءات اللي كتكون بين قيادات الأغلبية، بحكم أننا حجمنا قليل كقيادة، 3 القيادات، أن حكومة منسجمة وحكومة تشكل قوة التوافق بين قيادة الأغلبية، نلتقي باستمرار. فقط هذا اللقاء كيكون لقاء رسمي غير لنجدد اللقاء مع الإعلام وكذلك مع الإخوة في البرلمان في مجلس المستشارين ومع بعض أعضاء القيادات السياسية. نحن تبادلنا فقط اليوم بعض الأفكار اللي بغينا نأكدوا عليها، على أن هذه المشاكل اللي كنشوفوها الآن ويسمعنا وتقولوا عليها كثير هي مشاكل طبيعية في المسار كياخذ المغرب في المجال الاقتصادي وفي اللعب السياسي. ونحن سنواجهه بتحالفنا، سنواجهه بوحدتنا، سنواجهه باتفاقاتنا، وسنواجهه باحترامنا لعلاقتنا ولالتزاماتنا، سواء على مستوى البرنامج الحكومي او سواء على استنادا على ميثاق الاغلبيه. لذلك سنستمر بهذه الحكومه وسنشتغل بهذه الحكومه وسنواجه هذه المشاكل وهذه الازمات، وسنتحمل مسؤوليتنا كامله الى ان نقوم بدورنا كما ينتظر منا من طرف المواطنين ومن طرف جلاله الملك. لذلك تاكدوا ان كل ما تسمعونه خارج ما نقول نحن الثلاثه غير صحيح. نحن الذين نملك الحقيقه، نحن الثلاثه، وسنبلغكم بها في حينها. لذلك ثقوا فينا حينما نقول لكم اننا اقوى مما كنا منها في الماضي، ولنا احساس قوي بالاشتغال اكثر، بل لنا شعور رغبه في العمل اكثر، لان خدمه هذا البلد وخدمه هذا الشعب مفخره لنا ونشان على صدورنا، ونحن في الحقيقه نعتبره فرصه تاريخيه لكي نقدم شيئا لهذا البلد سيسجله الأجيال اللاحقة وتقول بأن هناك كانت قيادة التي حققته ما لم يحققه الغير. شكرا لكم.